اليوم أنا في تونس، وطبعا محب لتونس، وراح أتكلم بالتونسي وأجرب نفسي مع السيد، وأبدأ أقول له يعني يقولوا في تونس تستين نفسك مكتوب على سيسينها دبر راسك. دبر راسك. دبر راسك صحيح. دبر راسك. اليوم جايينكم في تونس خويا، وبغيناك تشرح لنا على تونس حبيناك تشرح لنا. لا انت لك تشرح لنا تونس يا خويا. نشرحوا لك. بارك الله فيك. مرحبا بك. هذا المايك عندك، واعطينا فكره عن تونس ان شاء الله. نبدا من الخريطه الى العلم، الديكور الخارجي الى الداخل. نعم. بالنسبة لخريطة تونس تقريبا حجمها مثل حجم سويسرا والبرتغال، يعني تجمع تقريبا 3 دول. بعض الناس يظنها صغيرة، ولكن هي في الحجم يعني تعادل أحجام 3 دول. بالنسبة لتونس فيها أعلى نقطة في شمال إفريقيا، وهي مدينة بنزرت راسنجلة. من عجائب بنزرت أريد أن أخذ منك تفاصيل. تفضل. مرحبا. من عجائب بنزرت لما اقتربت منها وأنا جاي من تونس، لما وصلت عندها قلت للراجل اللي أخذني بالتاكسي، قلت له وقف، الله يرحمه، وقف يعني أخذينا، قلت وقفوا. فقال لي ايش فيه؟ قلت وقف استنى شويه. اول مره اشوف مدينه كده اكون طالع لها السحب تكون قريبه من المدينه، تشوف سحب يمكن لو ما اكذب اقول قد ارتفاع فوق الخيمه هذه بمرتين 3، سحب قريبه جدا، بحر وجبال، منطقه تخلي الواحد ينسى نفسه من جد. لما قالوا تونس تستانس يعني تنبسط، تنسى نفسك، مكتوب على جدرانها دبر راسك. شوف ايش بدك تعيش عندك. ربي يحفظك، ربي يعطيك الخير. بالنسبه لتونس عندها واجهتين بحريتين. الواجهه الاولى من الشمال، يعني وكما قلنا هي من أعلى نقطة في شمال إفريقيا وهي في مدينة راسنجلة، ومن شرق البحر الأبيض المتوسط شرق تونس، وغرب تونس الجزائر، الجنوب ليبيا دولة ليبيا الشقيقة، والغرب دولة الجزائر الشقيقة. بالنسبة للجناح، الجناح هو عبارة عن نموذج لجامع الزيتونة المعمور في تونس. لا، هذا مسجد عقبة نافع بالقيروان. ايوه. مسجد جامع الزيتونة. جامع الزيتونة هذا في تونس العاصمة. في العاصمة في المدينة العتيق. في المدينة العتيق. بجانبه جامعة تونس، وهي من أعرق الجامعات ما شاء الله، ومن أول الجامعات. والله أنا رحت تونس وكنت من جد يعني عشت لحظات وأجواء عجيبة جدا، لدرجة إنه لما رحت أين الحمامات هنا؟ الحمامات فين؟ هنا هذه الحمامات هذه. روحت لما سكنت في الفندق، صدقني من جد دخلت لما جيت بدي اسكن في الفندق، كنت ساكن في فيلا، بعد كده جيت اسكن في الفندق، قالوا لي اذا دخلت على نظام الفنادق ترى صاحبه، كنت افطر دائما عند محل، فقلت له بدي اسكن في الفندق، فقام قال لي ما دام راح تسكن في الفندق صدقني ما راح نشوفه. قال لي ليش؟ قلت له، قال لي بس انت لما تدخل فعلا من الساعه 6 الصباح يصحوك الين الساعه 12 في الليل، وهم مسوين لك برنامج متكامل في داخل برنامج سياحي. اذا اردت داخل الفندق فبرنامج حافل اومنيشن او هذا يعيشوك اللحظه وينتهي الوقت للساعه 12 ما تعرف انه اليوم انتهى. يعني فعلا كانت يمضي اليوم في ساعه. وتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي آخر الزمان ويمضي اليوم في ساعة. ففي تونس في مدينة تسمى القنطاوي تهد وتبنى في كل سنة مرة، هذا ما كنت أسمع. عندهم بحر في سوسة، البحر يقولوا عليه قالب زيت. قالب زيت يعني لما تطالع في قدمك تشوف اظفر أصبعك الصغير كأنك في مسبح. يقول لك اليوم البحر قالب زيت. ايش رايك؟ انفع كلامك صحيح ما شاء الله. مرحبا بك. مرحبا. بالنسبه داخل الجناح، مرحبا بك. بالنسبه داخل الجناح، هذا مسجد عقبة بن نافع زي ما قلنا لكم، هو في الواجهه الرئيسيه للجناح. كذلك هذه مدينه سيدي بوسعيد. مدينة سيدي بوسعيد ما أعرف أنت زرتها ولا؟ لابد من زيارتها. أكيد لازم تزورها. هذه قليبيا، هذه تطلع الجبل وتنزل تلاقي البحر، تجمع بين الخضار وصفاوة البحر. وهي أجمل مدينة في السياحة التونسية. أكيد قليبيا. نعم قليبيا. كأنك منطقة
قطعة من الجنة حقيقة. ربي يحفظك. نعم. ربي يعطيك أنا رحت الخير. نعم. نعم تفضل. طيب هذه مدينة القيروان. هذا المنسوجات القيروانية من الزربية، مفروشات إلى الأحذية الجلدية، كذلك المنتوجات التونسية من المحمصة، الشربة المقرونة، هذا الكسكسي. تونس معروفة الأكلة الشعبية عندنا الكسكسي، كذلك الملوخية عندنا مجففة، غير أهل الخليج يأكلونها ورق. الكاميرا عندي أقول أين البسيسة؟ البسيسة موجودة. فينها؟ موجودة وراك البسيسة. يقول لك البسيسة والهريسة. البسيسة والهريسة. كان الحاج يأتي ببرطمان قد هذا مرتين، ممكن يقول الكيلو، فيأتي الحاج من تونس كان يأتي الحاج من تونس إلى الحج إلى مكة، يعني من تونس إلى بقدميه، أو يكون معهم شو اسمه النوق والجمال يركبوا عليها ويأتوا، ما عنده طعام إلا الماء والبسيسة يعيشوا عليها، ويكون مخلوطة بجميع الحبوب، جميع الحبوب التي نعرفها، كل الحبوب موجودة في هذه البسيسة، وأيضا بزيت الزيتون، ونحط عليها، يقولوا عليها نحط عليها الشامية هذه، يعني نحن نقول عليها حلاوة طحينية، يحطوها عليها مرات ويبدوا يشربوا عليها موية وبس. يمكن يسافر للآن ترى من بعض نقول العادات والتقاليد إنه لما يجوا من تونس الزوار ما يحتاج يأكل من برا، لأنه يجيب حاجة يسموها البسيسة، يجيب حاجة يسموها الهريسة، يجيب حاجة يسموها السلطة دي دحين طلبتها طلب منك من تونس حجيني، والبسيسة والهريسة، لأنه هذه الأكلات في تونس يعني تأكلها مذاقها عجيب جدا. يعني لما تعيش في تونس ما شاء الله تبارك الله، يجي عادي يحكيك على تونس، أنا عايشك أخوي، نسيك العمر أخوي، تعيش في تونس لا ما شاء الله عليك. ربي يحفظك وربي يعطيك الخير. كيف التونسي عارف اتكلم ولا؟ والله تتكلم ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله عليك. ربي يحفظك. هذه كما قلنا الخريطة التونسية، هذه الصحراء التونسية، والجميل فيها انه فيها النخيل. هذه جاية هنا في مدينة توزر ونفطة وقبلي، وفيها أشراف في هذه المنطقة. نعم مشهورين الأشراف الموجودين، وحتى عرب المرازيق والأشراف موجودين هنا. يعني من جمال تونس ومن جمال ليبيا ومن جمال القرى هذه، لما تيجي انت مسافر مثلا اهل المغرب لما يسافروا، صدقني لما يمروا بليبيا وتونس والجزائر ما يحتاجوا المؤونة، لانه هذول الناس في الجنوب يوقفوهم. فين يقول مثلا تقول له ابغى اروح الطريق اللي يودي على الجزائر، يقول لك بس ندلوك، ياخذك على البيت حقه يوقف، تقول له توقفوا. هذا الكرم والاكل والشرب، وما شاء الله اذا اكلت الاكل التونسي تحس انه سبحان الله. والله من البريك هذا مشهور طبعا في رمضان، ونحن نقول عليه هنا، والطاجين وحتى البيض، ايش يقولوا انتم، كعبة البيض، كعبة عظم اخويا، وتحط عليه هذه الهريسة. يا ابويا تنسى عمرك. ولا انت حين نقول لكم ترى تاخذوها عندنا، بالنسبه اللي يدور على هذه يروح في عندنا شو اسمه سوبر ماركت في المدينه، ماركت كارفور موجوده. كارفور موجودة. ايوه موجوده، تلاقوها في كارفور. السلطه هذا الفلفل التونسي مع البيض مع الهريسه مع كعب العظم، ايش نقول لك يا سيدي لبيس عاد. ربي يحفظك. كذلك عندنا منتوجات، هذه قلنا هذه مدينة المرسى الساحلية. هذه بعض الفخاريات التونسية من زيت الزيتون إلى القبعة اللي هي مصنوعة من سعف النخل. هذا نموذج عن الأبواب في تونس، العلم التونسي، البسيسة، الهريسة. كذلك هذا المسرح الروماني، وهو يعد ثاني أكبر مسرح روماني على مستوى العالم. وعليكم السلام. يعتبر ثاني أكبر مسرح روماني على مستوى العالم. هذه الشاشية التونسية، وهذه الفخاريات التونسية. هذا الأبواب، نموذج الأبواب، زيت الزيتونة. تونس معروفة بزيت الزيتونة، ومتحصل على كثير من الجوائز في الميدالية في إنتاج الزيت الزيتون من ناحية الجودة، جودة عالية. وهذه الجلسة العربية. وكذلك هذه أيضا مدينة سيدي بوسعيد الزيت. هذه مدينة تطاوين، القصور في تطاوين معروفة عندنا.
هذا ما يصنع فيه الطاجين. كذلك هذا الكسكاس اللي يصنع فيه الكسكسي، من فوق يكون كسكسي ومن تحت يكون مرق مع اللحم، فيطبخ عن طريق التبخير. كذلك هذه مدينة قرقنة، إحدى أجمل المدن التونسية، يعني زي ما تقولوا المالديف، جزر الموريشو، هذه يعني مدن جميلة جدا. كذلك هذا الحذاء تلبسه المرأة عندنا في الأعراس، هذا السفساري التونسي، وفي يعني يشابه حتى اللباس الليبي، يعني تكون أحيانا عين واحدة مغطية، وهذا يسمى الخامة، النقاب يسمى الخامة. هذا كذلك البرنوس يلبس من الصوف، يلبس في الشتاء. كذلك هذا يلبسه البنات الصغار عندنا. كذلك هذا جامع الزيتونة، وبجانبه أعرق جامعة على مستوى العالم وأول جامعة إسلامية في العالم، جامعة الزيتونة. هذه مدينة عين دراهم، الخضار خضراء جدا والحمد لله جميلة جدا. اللي يحب يزورها يعني يشعر بسحرها يعني وخضارها. وهذه الخيمة العربية، وهذه اللبسة الجبة التونسية. نعم محلاها ايه. ربي يحفظك، ربي يعطيك الخير. الله يسعدك، نحن متشرفين. نبغى نسألك دائما سؤالنا اللي نحن نسأله في ختام كل لقاء، نقول المهر في تونس كم يكون، واعطينا هو بالسعودي كم؟ المهر بالتونسي تقريبا الآن 1500 دينار. أنا راح أدفع تقريبا 1500 دينار، 1200 دينار، يعني تقريبا 2000 ريال تقريبا. بس هذا في الجنوب. في بعض المناطق الأخرى يمكن يزيد قليلا. والمهر التونسي معها أشياء أخرى مثل الذهب، مثل الفضة، يصل كله كم. لكن الزواج في تونس تكاليفه بصفة عامة تقريبا ما يفوت 50,000 ريال. 50,000. لكن المهر 2000 ريال. المهر 2000. ربي يحفظك. عاد انا مالي شغل. ربي يحفظكم. انا ما قلت شيء، بس اقول لكم مع السلامه ونشوفكم. ربي يعطيكم.